هو كابونجو كاسونجو لاعب الزمالك السابق فين دلوقتي؟ في صيف 2017 الزمالك تعاقد مع مهاجم الاتحاد السكندري وتاني هداف الدوري بعد احمد الشيخ برصيد 12 هدف كابونجو كاسونجو. مهاجم مميز، قوه بطول بعرض، امكانيات تهديفيه جيده جدا، وبعد ما انضم للزمالك اثبت ده مع الموسم الاول، وقدر في 34 مباراه يسجل 14 هدف، وكان لاعب مؤثر بشكل كبير، وكان سبب رئيسي ان الزمالك يفوز بالكاس وقتها، لانه في 5 مباريات قدر يسجل 4 اهداف، وكان هداف البطوله وقدم تاثير واضح في الملعب. كاسونجو في مباراه النهائي امام سموحه قدر يرجع بالنتيجه ويتعادل الزمالك في الدقيقة حاجة 80 85 86، وبعدها ضربات جزاء والزمالك فاز باللقب وقتها. الموسم الثاني بدأ بشكل جيد، ولكن الإصابات دمرته حرفيا، كل لما يرجع يتعرض لاصابه والموضوع كان صعب جدا. وعلى مدار موسم كامل لعب 16 مباراه، سجل 5 وصنع 2، ارقام جيده الى حد كبير، ولكن برضه الاصابات عطلته بشكل كبير جدا. في الموسم الثاني مع الزمالك خرج اعاره للوحده السعودي، لعب 13 مباراه، سجل 4 اهداف وصنع هدفين، وقدر يستعيد مستواه الى حد ما علشان يرجع الزمالك مره ثانيه ويقدم مستوى سيء جدا ويتم الاستغناء عنه في النهايه. انتقل للدوري التركي الدرجه الاولى من بوابه نادي بولوسبور، 40 مباراه، سجل 16 وصنع 6، وقدم بدايه جيده لحد كبير. ثم في موسم 22 23 انتقل لنادي سكارياسبور اللي تالق معاه جدا، ومع الموسم الاول تالق جدا، 40 مباراه، سجل 19 وصنع 3، وكان ثاني هداف الدوري بفارق 3 اهداف فقط عن المتصدر. وهنا الدوري التركي الدرجه الاولى مش دوري ضعيف تماما، كاسونجو تألق في دوري فعلا قوي، ولكن الموسم اللي بعده سجل 8 اهداف فقط ومستواه تراجع بشكل كبير علشان ينتقل لنادي كروم اللي بيلعب فيه جيرالدو اللي كان بيلعب في الاهلي قبل كده، ولعب 12 مباراه فقط ورحل بعدها، وحاليا اللاعب بدون نادي. قول لي في الكومنتات الحلقه اللي جايه تكون عن مين من سلسله حلقات هو فين دلوقتي؟